وحيد حزين في عالم مجهول، تائه هو وبعيد. ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. السؤال اللي مقسم الناس لنصين، الانمي افضل ولا الكرتون؟ السؤال ده انا هجاوب عليه في الفيديو ده، وهنهي الخلاف اللي موجود بين الاتنين في عدة اسباب. ومن غير ما اطول عليك، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الجميلة دي، ويلا نبدأ. اول سبب معانا هو قصة والعمق، وهنا بقى واحدة من اكبر الفروقات بين الانمي والكرتون. الانمي غالبا بيحب يركز على قصة طويلة ومعقدة فيها تطور شخصيات على مدى الحلقات. ممكن تلاقي شخصية بتبدأ ضعيفة جدا، ومع الوقت تكبر، تتعلم، تواجه تحديات، وتوصل لنهايه مرضيه وحزينه او حتى مأساويه، يعني تحس انك بتعيش معاهم رحله حقيقيه. ده بيخلي الانمي احيانا شبه المسلسلات الدراميه بس بشكل مرسوم. الكرتون بقى غالبا بيحب يخلي كل حلقه مستقله عن الثانيه، يعني ممكن تتفرج على اي حلقه من اي مكان ومش هتحس انك ضايع، والشخصيات غالبا بتفضل زي ما هي من اول حلقه لاخر حلقه. ده حلو لو انت مشغول ومش قادر تتابع حاجه طويله، بس ساعات بتحس ان مفيش تطور ولا عمق كبير. يعني تخيل انك بتتفرج على مسلسل في بطل عايز يبقى الاقوى في العالم. في الانمي هنشوفه هو بيتدرب، بيتعور، بيخسر، بيكسب، بيقابل اصدقاء واعداء، ويمر بمشاكل نفسيه لحد ما يوصل لهدفه. او لا، في الكرتون غالبا كل حلقه هتبدا بنفس الشكل وهتنتهي بنفس الشكل، وممكن البطل يرجع لنقطه الصفر تاني عادي. وده مش معناه ان الكرتون كله سطحي. في كرتون بيقدم قصص جامده جدا وبيخليك تفكر، بس ده مش الاساس بتاعه. الاساس انه يكون خفيف ومناسب ويتشاف في اي وقت. تاني سبب هو الرسوم وتحريك، ودي من اكتر الحاجات اللي الناس بتختلف عليها في الاتنين. الانمي غالبا بيهتم بالتفاصيل في الشخصيات، تعبيرات الوش، الخلفيات، حتى شكل الاكل بيبقى يخليك كده تحس انك جعان، فاهم؟ لكن التحريك نفسه ساعات بيكون بسيط شويه، يعني ممكن تلاقي الشخصيه بتتكلم والفم بس هو اللي بيتحرك والخلفيه بتكون ثابته. بس لما يجي وقت الاكشن، لا، هنا بيولعوا الدنيا وبيصرفوا ميزانيه الحلقه كلها في القطار. اما الكرتون بقى غالبا بيهتم بتحريك السلس اكتر، حتى لو الرسومات بسيطه او كوميديه، الحركه نفسها بتكون ممتعه وسريعه. يعني ممكن تشوف شخصيه بتعمل حركات كرتونيه مجنونه مستحيل تتعمل في الانمي بنفس الشكل، وده اللي بيخلي فيه فرق بين الاتنين في الرسوم. الانمي مركز على تفاصيل والرسم بس مش مهتم بالتحريك قوي الا في اشياء معينه، والكرتون مركز على تحريك بس مش مهتم قوي بالرسم. فهم عكس بعض تماما في النقطه دي. السبب اللي بعده معانا هو الفئه العمريه، ودي نقطه مهمه جدا. الكرتون غالبا بيتوجه للاطفال او العائلات، مش معناه انه مش ممتع للكبار، بس هو معمول بحيث اي حد في اي سن يتفرج عليه وما يتصدمش من اللي بيشوفه. اما الانمي بقى عنده كل الفئات، انمي للاطفال، انمي للمراهقين، انمي للكبار، وانمي للكبار جدا جدا، وده مش هنجيبه في الفيديو. يعني الانمي مش لازم يكون لطيف وملون، ممكن يكون مظلم جدا وفي موت ودم وفلسفه او حتى نقد للمجتمع وحاجات من هذا القبيل. يعني ممكن تقول ان الكرتونات في 50% منها للاطفال و50 تاني للكبار والاطفال، اما الانمي في 90% منه للكبار و10% يمكن فاهم للاطفال. عشان كده في ناحيه الفئه العمريه بصراحه يعني بشوف ناس اللي هم بيقولوا لك بتتفرج على انمي يا طفل، فاهم؟ الناس دي يعني ابعد عنها خالص، يعني هم مش فاهمين حاجه. او ابعت لهم لينك الفيديو ده عشان يفهموا يعني حته التصنيف. فاللي عايزك تفهمه يعني من النقطه او السبب ده هو ان الكرتون للكبار والاطفال، والانمي اغلبه بيكون للكبار. رابع سبب هو تاثير الثقافي والمجتمعي. بص، الانمي في العاده بينقل جزء من الثقافه اليابانيه، الاكل، العادات، طريقه الكلام، حتى شكل المدارس واللبس، كل ده موجود فعلا بجد في اليابان. وده لان الانمي نسبه كبيره من تركيزه بتكون على انه يوريك ان اليابان دوله راقيه ومحترمه، ويوريك فعلا اليابان دي عامله ازاي وطريقه تصرفها عامله ازاي. فتلاقي في الانمي الشخصيات بتتكلم كده بطريقه معينه مش بتلاقيها موجوده في اي عمل تاني، وتلاقيهم بيتكلموا بطريقه محترمه شويه، بيلبسوا لبس منسق، بيروحوا اماكن زي المدارس اللي بتكون نظيفه، والحاجات اللي بنشوفها في معظم الانميات. اما كرتون بينقل الثقافه الغربيه، الهزار الامريكي، اسلوب الحياه هناك، الافيهات الخاصه بيهم، وده بيخليك ان الاتنين ما بينهم ثقافتين مختلفين. مشاهد الانمي كانه بيسافر اليابان من غير ما يتحرك من مكانه، وكرتون نفس الكلام بس طبعا اكنه بيروح امريكا واوروبا والاماكن دي. السبب اللي بعد كده هو الشهره العالميه. الانمي بقى دلوقتي ظاهره عالميه، زمان كان مقتصر اكتر على اليابان وبعض الدول اللي بتستورد منها، لكن دلوقتي بقى موجود على كل المنصات الكبيره زي نتفليكس وكرانشي رول. في مؤتمرات كامله للانمي، كوسبلاي، فان ارت، مجتمعات اونلاين، يعني بقى جزء من ثقافه البوب كالتشر العالميه. الكرتون برضو ليه جماهيريه كبيره جدا، خصوصا انه اقدم بكتير من الانمي. في العالم الغربي شركات زي ديزني وورنر براذر حرفيا شكلوا طفولتنا، ولسه لحد دلوقتي بيمطروا العالم بافلام ومسلسلات جديده كل سنه. لو نبص على الانتشار، فبصراحه كرتون اسهل لانه مترجم ومتاح في اي مكان، والناس
ناس مش محتاجه تقرا ترجمه او تفهم ثقافه غربيه، لكن الانمي ليه نوعيه جمهور متعاطشه بتحب تتعلم حتى شويه ياباني عشان تتفرج من غير ترجمه، وده بيخليهم مخلصين جدا للاعمال دي. واي نعم انا بحب الانمي والكرتون وبرضه بحب الانمي، بس ربنا ما يجعلني من الناس دي، لان هم يعني اسمهم الاوتاكو، ويعني ما انصحكش تبحث عنهم يعني، او لو انت واحد منهم يعني اطلع من الفيديو. السؤال اللي بعد كده هو اسلوب الشخصيات. الانمي مشهور بتنوع الشخصيات بشكل رهيب، ممكن تلاقي البطل مش مثالي، عنده عيوب نفسيه، عنده ماضي مأساوي وبيحاول يتغير. الشخصيات الجانبيه كمان بيكون لها ابعاد وتطور، مش مجرد كومبارس كده، لا، في ناس بيحبوا الشخصيات الجانبيه في الانمي اكتر اصلا من الاساسيه. ففعلا كل شخصيه لها دوافع واهداف وحاجات من القبيل ده، وده طبعا اللي بيخلينا نشوف فلاش باكات كتيره فلق في الانمي، يعني الانمي مليان فلاش باكات يا جدعان. اما الكرتون غالبا بيحب يبسط الشخصيات، يخليها ثابته وسهله الفهم، البطل بطل على طول، الشرير شرير على طول، ونادرا ما تلاقي تطور درامي عميق في شخصيات الكرتون، مع ان في استثناءات طبعا عشان الناس في الكومنتات اللي هيقول لي انت ما بتفهمش حاجه، الكرتون فيه عمق في الشخصيات. لا عادي، انا عارف ان في استثناءات، بس انا بقول على الاغلبيه. اغلب الانميات فيها تطور، فيها حاجات من القبيل ده، وهتلاقي فعلا تطور حقيقي في الشخصيات. اما الكرتون للاسف مش بنفس جوده الانمي من الناحيه دي بصراحه، وانا حاليا محايد، فانا بقول لك يعني على الحقيقه. سبب وهي طريقه العرض. الانمي غالبا بيتقسم لمواسم او سيزونات، وكل موسم ليه عدد حلقات مرتبطه بقصه، في بدايه وسط ونهايه لقصه زي الروايات. الكرتون بقى غالبا بيمشي على نظام احنا بنطلع حلقات لحد ما الناس تبطل تتفرج، يعني ممكن يبقى ليه مواسم بس من غير خط قصه اساسي بيخلص في الاخر، وده يخلي متابعه الانمي محتاجه التزام شويه، لانك لو فوتت موسم او حلقه مهمه ممكن تضيع الخيط. اما الكرتون اسهل انك تخش في اي وقت وتفهم اللي تفهمه، تخش في اي حلقه والموضوع هيكون عادي خالص. فمن ناحيه طريقه العرض الانمي بيعوز التزام شويه، لو هتفتح انمي لازم تخلصه عشان تعرف تفهمه. اما كرتون عادي افتح اي حلقه عشوائيه مش هتفرق، هتكون عامه مبسوط برضه. جينا لاهم نقطه في الفيديو وهي المميزات والعيوب. خلينا نبدا بالانمي. مميزات الانمي: القصص في الانمي معموله بحرفيه وعميقه جدا، تطور الشخصيات بيخليك فعلا تحس انهم ناس حقيقيه ومش مجرد فاهم شخصيات كده موجوده وخلاص. في تنوع رهيب في الانواع او الاعمال اللي موجوده في الانمي، عندك الاكشن والرومانسيه والرعب وكوميديه والدراما والخيال العلمي، ولو فضلت اقول منها مش هخلص. والانمي بيعرف يلمسك على المستوى العاطفي، ممكن يخليك تضحك جامد، ممكن يخليك تعيط، ممكن يخليك تفكر في حياتك كلها زي ما عمل معايا انمي كده، هكلمك عنه في فيديو تاني وخليها مفاجاه. كمان جمهور الانمي متحمس وبيخلق محتوى كتير حواليه، عندك بقى ميمز ونظريات وكوسبلاي وحاجات كتيره كده بتخليك فعلا متحمس. بس اللي لازم تعرفه ان مفيش شيء بيخلى من العيوب، والانمي زي ما ليه مميزات ليه عيوب. ومن اول عيوب الانمي انه احيانا بيكون طويل جدا وفي حلقات فيلر كتيره تخليك تزهق. طبعا مش كل الانميات، بس معظم الانميات المشهوره زي ون بيس وناروتو وحتى دراجون بول هتلاقي ان فيهم فيلرات كتير. وتخيل كده زي ما بيحصل مع فانزات ون بيس لما بيكونوا مستنيين حلقه تنزل كل اسبوع تقريبا، وبيلاقوا ان الحلقه اللي بتنزل بيكون فيلر او حلقه خاصه تقريبا. تخيل كده انك تكون قاعد مستني اسبوع وتلبس الحلقه الفيلر في وشك، يعني حاجه بصراحه تزعل جدا من ناحيه الانمي. وكمان الانمي محتاج التزام ومتابعه كويسه عشان تفهم القصه كلها، فلازم لو بدات انمي تنهيه، لا اما فعلا مش هتعرف تاخد التجربه كامله منه. غير كده الانمي ممكن يبقى تقيل شويه على اللي مش متعود يقرا ترجمه او يسمع ياباني، ممكن يكون متضايق شويه بما انه اول مره يخش، لان في ناس طبعا مش بيبقوا متعودين على اللهجات دي وكده، مع اني بصراحه من الناس اللي بيحبوا اللهجه اليابانيه جدا، صوتهم جميل قوي يا جماعه. واحده من العيوب برضو ان ساعات الرسوم او السمات بتكون غريبه او مش مناسبه لكل الناس، يعني في ناس مش بيحبوا النوع ده من الرسم، مش بيحبوا الرسم اللي هو حد كده زي ما بيكون مرسوم في الانمي، لا ما بيحبوا الرسم البسيط وعينيهم بترتاح اكتر للرسم البسيط. طبعا مش كل الناس، بس في نسبه ومش قليله بتحب نوع معين ومش بتحب النوع ده. اظن ان دي معظم العيوب اللي شفتها في الانمي. بالنسبه لكرتون، لو هنبدا بالمميزات فكرتون سهل وخفيف، ممكن تتفرج في اي وقت من غير ما اكون فاكر اللي فات. وبالنسبه للتحريك غالبا سلس وجذاب كده، وتحس في متعه كده وانت بتتفرج عشان التحريك اللي بيكون شكله حلو، ومناسب لكل الاعمار، تقدر تتفرج مع العيله من غير ما تقلق عادي، بس ما تتفرجش على الحاجات اللي بتيجي من ديزني يعني. كمان الكرتون مليان كوميديا ومرح، بيركز على انه يضحكك اكتر ما يضغطك نفسيا، بس برضه اكيد لازم يكون له عيوب. بالنسبه للعيوب اللي شفتها في الكرتون هو انه ساعات بيكون سطحي ومفيش تطور للشخصيات. طبعا مش كل كرتون، بس انا قلت لك ساعات، يعني اغلب الكراتين كده، حتى الكراتين اللي بيكون فيها عمق برضه تحس انها مش مركزه على العمق ده بقدر اللي انت عايزه. بس اكيد برضه مش هتعرف تحكم، لانه في الاول لاخر كرتون برضه بيحاول يحاكي الاطفال قبل كبار، فدي حاجه اظن انها ما ينفعش تتغير. غير كده لو انت عايز حاجه دراميه عميقه ممكن تحس انه مش مشبع قوي، عشان زي ما قلت لك برضه هو كرتون بيهتم بالاطفال قبل كبار. بس واحده من العيوب اللي ما اعرفش اعديها هو تكرار. الكرتون بيتكرر
بسرعه، نفس الافيهات نفس الفكره في كل حلقه، ودي حاجه بصراحه انا حتى الان بكرهها في الكرتون. كل شويه اتفرج على حلقه واحس ان لا انا شفت الحلقه دي قبل كده، واكتشف انها حلقه جديده فعلا بس مكرره عادي. فدي واحده فعلا من عيوب الكرتون اللي انا ما بحبهاش خالص. واحده من اهم العيوب اللي لازم تعرفها في الكرتون والانمي، العيب ده موجود في الاثنين، وهي الشركيات. اسوأ حاجه لما تلاقي انمي او كرتون في شركيات، في حاجات مش مناسبه بتخالف الاديان او مثلا بتضر الاديان او الحاجات دي بصراحه مش بتكون كويسه. وانا حتى الان اصلا مش عارف ليه بيحطوا الحاجات دي في الانمي والكرتون، مجرد اعمال بيتفرج عليها الاطفال والكبار عشان يرفعوا نفسهم يستمتعوا، بس برضه لازم تلاقي ان الحاجات دي محطوطه فيها. فدي بصراحه حاجه ما اعتقدش ان في حد بيحبها اصلا، وانصحك يعني ما تركزش مع الحاجات اللي بيكون موجوده زي شركات والكلام ده. ما تحاولش تتعمق وتركز في الحاجات دي، او حتى حاول تتخطاها خالص، وخصوصا لو يعني العمل ده بيركز على الحاجه دي بشكل اساسي. ما تتفرجش عليها من الاساس، حتى لو حد قالك ان هو حلو، لا مش لازم، طالما هو في شركيات ابعد عنه بكل بساطه. وفي اخر الفيديو رايي المتواضع. بص، بعد ما غطينا كل الجوانب دي، انا شخصيا شايف ان الاثنين ليهم جمالهم بطريقتهم. لو انت عايز حاجه تخلي مخك يشتغل وتخليك تفكر في معنى الحياه وتعيش رحله طويله مع شخصيات بتتطور قدام عينك، روح للانمي. لكن لو انت كده عايز حاجه تفرفشك وتضحكك شويه وفي نفس الوقت تلاقي فيها حكمه او حاجه معينه، ففورا طبعا روح لكرتون، او خليك زيي وخليك في الاثنين وخلاص، لانه قلت لك اللي كل واحد فيهم ليه جماله بطريقته الخاصه. ولو انت وصلت معايا لحد هنا فانت كده متابع المميز. وطبعا مش هخليك تطلع من الفيديو الا لما اقول لك حاجه معينه، بما انك انت متابع مميز فانت مهتم بالقناه. فحاجه عايزك تعرفها يعني ان القناه مش بتتكلم عن الكرتون، القناه بتتكلم عن الانيميشن، يعني عن الكرتون، عن الانمي، عن ديزني عادي خالص. هي بتتكلم عن الانيميشن، كل حاجه فيها انيميشن. فعشان بس ما تكونش مستغرب لما تلاقيني بنزل انمي على كرتون على حاجات من ديزني على اعمال انيميشن عامه، لا عادي، انا هنزل كل حاجه انا بحبها وبتتكلم عن الانيميشن وشايف انها حلوه. يعني لما اكون شايف ان الفيديو فعلا حلو ودي تنفع فكره فيديو وتكون جميله وعجباني، لان انا بتفرج على الفيديو قبل ما انت تشوفه ولازم استمتع بيه عشان اعرف انه فيديو حلو. لو الفيديو ما عجبنيش انا ببساطه مش هنشره، لانه طالما ما عجبنيش وانا شايف انه فيديو مش كويس مش هنشره خلاص عشان مشاهداته او عشان اي حاجه تانية. لا، لازم تكون انت كمان مستمتع بيه. فقول لي رايك، هل انت متحمس اني اعمل فيديوهات عن الانمي برضه زي الكرتون ولا لا؟ ما تنساش بقى تكتب كومنت حلو زي كده ولايك بقى والحاجات الجميله اللي بيعملوها دي، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.